أيام زمان ما كان في تعليم للنسوان، فكانت النسوان ما تعرف تكتب وتقرأ، وكانت الطريقة الوحيدة السرية مرات للتواصل بين النسوان اثنين مثلاً صحبات أو أم وبنتها هي التطريز. وما تقولوا لي بخترع الحكي، جبته من كتاب وفاء غنيم، عامل كتاب كامل عن تطريز فلسطيني. القصة بتقول إنه جدة كان عنده 4 معاصر وبضل بين قرية وقرية عشان يطمن على شغله. بيوم من الأيام إما كانت بدها تعرف أخبار صاحبتها اللي ابنها اتجوز جديد وصار عندهم كني بالبيت، بس ما حبت تدخل جوزها بقصص النسوان، فقررت تطرز هي الرسالة وتبعتها مع جوزها. وبعدين سافروا زارن وقعد ببيت صاحبه يومين وهو يستنى مرته تطرز الجواب، والجواب كان عصافير 2 بظهر بعض بينهم خط. لما وصلت تطريز لستة عرفت إنه ابن صاحبتها أخذ بيت تاني لحاله وسكنوا فيه هو ومرته، وأمه وكنتها مش متفقين من وراء هذا الشيء أبداً. وبالنسبة لي أنا وحماتي الحمد لله دايماً متفقين. صح يا عمتي؟ صح يا عمتو، طبعا أكيد. كيف القدرة جربتيها ولا بعدك؟ بعدني بدي أجربها بس ريحتها بتشهي. بدك تقولي لي زي ما أنت بتعمليها ولا لا؟ بتشهي مثل ما علمت إياها تماما بالضبط. يلا شو رأيك ناوي لسه دجاج محشي؟ نحشيه بالفريك يعني. لا، دجاج محشي بالرز واللحمة حبيبتي. طب ليش مش بالفريك؟ أنا نفسي بالفريك. لا تلعبي بالتراث، التراث لازم يضل زي ما هو. إحنا شعب وبيتطور، بنعمل ريسيبيز تاني، القديم نخليه عليه زي ما هو.